استاذ هاني، اهلا بيك. اهلا بيكم. استاذ هاني، الناس يعني البورصه هيحصل فيها دروب اول ما تبتدي تشتغل تاني ولا مش هيحصل؟ لا، ازاي؟ ده هيحصل دروب وهيحصل دروب جامد كمان. جامد. طبعا بسبب التباطؤ الشديد اللي غير مبرر في تاخير فتح البورصه. فهو لو كانت فتحت اول يوم ولا يومين كانت الوقعه حصلت زي اليابان، نزلت 10 ل 15% في يومين وبعد رجعت النهارده طلعت 6%. انما كل ما بتاخر كل ما بتدي احساس اكتر ان في كارثه، وبالتالي ناس اكتر بقوا قلقانين وناس اكتر هيبيعوا، بالاضافه الى الاجانب اللي قرروا ان هم يطلعوا من مصر، سواء اتشطبت من مورجان ستانلي او ما اتشطبتش، نتيجه انك تحبس الاجنبي شهر ونص في البورصه دي عمرها ما حصلت لهم، وبالتالي تجربه سيئه جدا. ففي انخفاض على الاقل ب 30 40% في اول كذا يوم. 30 40%؟ مش اقل من كده. طب ده يعني هيكون تأثيره ايه؟ يعني بالظبط تأثيره يعني سيء جدا. في ناس كتير هتفلس وناس هتخسر فلوسها، وفي شركات سمسره نفسها هتفلس وهتخسر، وفي يمكن 30 40 شركه سمسره لازم هيطلعوا من السوق خالص. طب ده كلام مبشر. استاذ لا، انا ما اعرفش ازوق كلامي، ما حدش قال لي زوق كلامك. لا، ما احنا مش عايزينك تزوق كلامك بس. بس انا يعني خضتني، لان انا كنت مثلا بفكر اقول ايه، فرصه الواحد يخش يشتري اليومين دول. في بعض الخبراء بينصحوا. بدات اقلق كده من الكلام ده. اتفضل حضرتك انك تخش تشتري، بس فوت الوقعه الاولانيه اللي هي كل الناس بايعين فيها، علشان ما تخشش انت تشتري والاسهم تنزل بيك. لكن فعلا بعد ما يحصل انخفاض زي ما قلت لك في حدود 30%، لازم تبتدي تخش تشتري لو انت اصلا مقرر انك تخش البورصه وعارف هتشتري ايه، ما تخشش تشتري عميان يعني. طب قول لي يا استاذ هاني، يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يديني انا صوره ان هتحصل مثلا لمده اسبوع، بعد الاسبوع تستقر الاسعار بعد انخفاضها مثلا 30 40% وتبتدي بعد كده تبقى ستيبل، ولا محتمل وقعات تانية بعد كده؟ لا، لازم يظهر مشتري بعد الوقوعه الكبيره، والمشتري ده غالبا هيبقى صناديق سياديه من البنوك المحليه هنا او بنك الاستثمار القومي. بعد ما يلاقي الاسعار انخفضت جدا هتبقى فرصه مواتيه جدا للشراء، وبالتالي بعد ما بيخش المستثمر المصري وبيدي ثقه ان المصريين فيهم يعني في مصداقيه شويه، الامور السياسيه استقرت، الامور الاقتصاديه ابتدت تتعالج، هتلاقي ابتدى الاجانب يجوا على استحياء وببطء شديد. يعني الاجانب مش هيرجعوا تاني، يتهيألي على الاقل لمده 6 شهور مفيش اجنبي هيحط مليم في البورصه المصريه. طب لو حصل ضخ للاموال، يعني لو حصل ضخ كميه كبيره من الاموال المصريه، يعني من البنوك المصريه، هل ده ممكن يساعد يقلل الوقعه شويه؟ لا، اصل البنوك المصريه المفروض انها زيها زي اي حد تاني بيهدف الى الربح، يعني مفيش بنك عايز يروح يحط فلوس لمجرد انه ينقذ البورصه. ولا البنك المركزي مثلا؟ لا، البنك المركزي مش دوره انه يدعم البورصه، لانه حرام، هو بياخد المال العام دلوقتي يدعم بيه مال خاص. خدي بالك البورصه دي برضه الفلوس اللي فيها دي اموال خاصه بتاعت مستثمرين او مضاربين، ما يصحش ان انا اخد من ميزانيه الدوله. وده كان برضه يعني مؤاخذتي على الصندوق اللي كانت وزاره الماليه كانوا بيفكروا يعملوه، انك انت بتاخدي من ميزانيه الدوله اللي هي اصلا فيها مشاكل عشان تدعمي شويه ناس دخلوا البورصه في وقت خاطئ او ظروفهم كانت سيئه. فحكايه الدعم دي والتدعيم لا، لكن ممكن صناديق سياديه تخش زي ما حصل في امريكا، بتخش علشان تكسب مش علشان تنقذ، بتخش علشان الاسعار بقت مواتيه وبقت كويسه، وبتخش تحط فلوس علشان تعمل ارباح في المستقبل. طب قول لي يا استاذ هاني، يعني نصيحتك ايه لو انا عندي اسهم في البورصه واول ما تفتح اعمل ايه؟ لو تقدر تبيع في الاول خالص مع اول موجه بيع، وانا اشك ان في حد هيقدر يبيع مع اول موجه بيع، لان هيبقى كل الناس بتبيع ومحدش بيشتري. فالاسعار هتفضل تنزل كذا يوم 10% لغايه لما يبتدي يظهر مشتري، لما محدش هيجازف انه يشتري اليومين دول. اذا قدرت تبيع اول يوم وصادفك الحظ انك عرفت تبيع، بيع، ولما تشتري تاني وانت بتشتري اشتري اسهم منتقاه، يعني ما تخشش تشتري اي اسهم كده او تخش في صندوق استثمار عام. لازم تبقى عارف انت داخل تشتري في القطاعات اللي هي ما تتاثرش سلبا باللي حصل في مصر في الفتره اللي فاتت. زي ايه برضو؟ يعني خلينا ندي نصيحه للي عايز يدخل البورصه الفتره اللي جايه. يعني طبعا اول حاجه ما تشتريش في السياحه. قطاع السياحه ده هيفضل مضروب فتره من الزمن لغايه لما تبتدي تاني الفنادق تتملي والمراكب تشتغل والسياح يرجعوا تاني
بالخساره اللي كانوا عليها في الفتره اللي فاتت. ما تشتريش في البنوك هيبقى فيها تعثرات في الفتره اللي جايه، ومخصصات جامده هتتعمل برضه للناس اللي مستلفين واللي هربانين بفلوس، والشركات المتعثره اللي مش عارفه تدفع اللي عليها. يعني سنه 2011 سنه سيئه بالنسبه لقطاعي السياحه والعقارات والبنوك. في قطاعات اخرى فيها اكل وشرب، فيها قطاعات فيها بترول، في قطاعات فيها طاقه، القطاعات اللي هي ما تتاثرش باللي حصل في مصر. ففي يعني لازم تبقى بتنتقي وانت داخل، ما تخشش عمياني وتشتري كده عشوائي، لانه طبعا بعض الاسهم هتفضل واقعه فتره من الوقت لغايه لما القطاع بتاعها يتحسن، وفي بعض الاسهم الثانيه هتبقى نزلت بشكل غير مبرر واكثر من اللازم، هيبقى الرده بتاعتها اسرع يعني نقول كده بسرعه ان نبعد عن اسهم السياحه واسهم العقارات العقاريه والبنوك. بالظبط. ده بعد الوقعه الاولانيه، انما اتصالات شغال مش في الاول يعني. خلي بالك. لا الاولانيه دي ما حدش يجي ناحيتها خالص. وقعه ملهاش حل. كل الناس هتقع في الفتره الاولانيه. طب احنا نفتح ليه؟ ما دام البورصه هتقع بنفتح ليه؟ يا سيدي الفاضل ما ينفعش. انا اللي بقول لك اليابان حصل فيها تسونامي ومفاعلات ذريه انفجرت والاف الناس ماتت، البورصه ما قفلتش 5 دقائق. مفيش حاجه اسمها بنحمي المستثمر الياباني علشان ما ينفعش كده. البورصه دي يجب انها تبقى سوق بيعكس ما يحدث في المجتمع من اثار ايجابيه او سلبيه. فاذا حصلت حاجه سلبيه لازم البورصه تعكس، ما ينفعش تقفل على الناس وتحبسهم جوه. في ناس مش مستعدين يا اخي يقعدوا يسيبوا فلوسهم شهر ونص وشهرين، ومحتاج انه ياخد الفلوس يحطها في بلد ثانيه او في فرصه استثماريه اخرى. فمبدا قفل البورصه ده مبدا غير متعارف عليه وغير مسبوق الحقيقه، ومصر يعني اخترعته يعني ببراعه تحسد عليها، لانها ما حصلتش في اي بورصه في العالم خالص. طيب دكتور وائل بعت لنا بيقول لنا انا كمواطن ماليش في البورصه، ازاي اشارك في انعاش البورصه بدون غرض المكسب؟ يعني حضرتك ده عمل خيري بشكل وطني، يعني يروح لجمعيه الورمان او جمعيات خيريه اللي هي ده حضرتك مصعبها علينا جدا. يعني الناس عايزه تساعد. يا حضرتك ما ترسخيش مبدا ان البورصه، انت عارفه انت بتساعدي مين دلوقتي؟ انت بتساعدي وانت بتحطي فلوس في البورصه، انت بتساعدي واحد من الناحيه الثانيه انه يطلع بسعر عالي، وقد يكون هذا الرجل اجنبي او واحد مش محتاج للفلوس زيك. فالمبدا انك انت تحطي فلوس عشان تنقذي واحد خسران وتخسري انت بعد كده، ده مبدا انا ما شفتوش قبل كده برضه في يعني انت ما تشجعش اطلاقا الاتجاه ده؟ لا الاعمال الخيريه لها مجالاتها، يعني مش من ضمنها البورصه. يعني تبرع ولو بجنيه دي في مستشفى السرطان في الحاجات دي، لكن في البورصه ما فيش حاجه اسمها كده خالص. استاذ هاني، التعديلات الدستوريه او يعني الاستفتاء اللي ما هيبقى يوم السبت ان شاء الله، هل ده ممكن يأثر على البورصة سلبا أو إيجابا؟ سواء يعني إذا نعم يأثر إزاي، وإذا لا يأثر إزاي؟ لو نعم يبقى إخوان، ولو إخوان يبقى ردة، يبقى في برضه أثر سلبي على البورصة. فعلا يعني حضرتك بتقيمها، ده تقييمك الشخصي ولا يعني عايز أقول؟ طبعا تقييم ده اتجاه عام. يعني أنت بتتكلمي على إنه دلوقتي أنا ببص، لا يعني أقصد أقول إيه، لو خبير آخر مثلا بينتمي للإخوان مش هيقول الكلام ده؟ لا اصل ما فيش، عمر ما شفنا بلد فيها اخوان وفيها بورصه. ايران ما فيهاش بورصه خالص. فانت بتتكلمي على نزعه اسلاميه، يعني بتتكلمي على تدخل الدوله وعلى رده وعلى الاجانب وعلى جزيه وعلى كلام غريب جدا بيرجعنا ورا 500 سنه. اهلا وسهلا بالاخوان اذا جم، لكن دي ما لهاش دعوه بالبورصه واليات السوق واقتصاديات الراسماليه خالص يعني. واذا لا افندم؟ اذا لا طبعا لا، يبقى نقله كويسه، معناها ان الاغلبيه هتبقى اغلبيه ليبراليه، وهيبقى برضو خطوه في الاتجاه السليم، مفيش استعجال في برلمان، مفيش بتاع، يعني خطوه في الاتجاه الصحيح بالتاكيد. استاذ هاني توفيق الخبير الاقتصادي والمالي، نشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا في ميدان التحرير، نشكرك شكرا جزيلا.